جات مش عارف اوصفها كل ما اشوف نجاحات وانتصارات الناس. يعني اي انجاز للناس بيخليني احس بقشعريرة وابكي بحرقة. لماذا؟ لا اعلم لماذا، لكني متأكدة اني بحب الخير لهؤلاء الناس. هل سأحاسب على كده؟ هي القضية مش في الحساب بتاع الآخرة، القضية في وجع القلب اللي حضرتك عايشة فيه. أنا هصدق حضرتك وانت بتقولي أنا بحب الخير للناس، رغم ان زعلك لإحساس لإنجازات الخير ده. لا، لازم البني آدم يراجع نفسه. هو أنا زعلان عشان أنا ما حققتش الخير ده؟ بحب لهم الخير، وأنا زعلان ليه؟ فيبدو ان في جلد ذات وعتاب زائد عن الحد منك لنفسك لما ما بتحققيش اللي الناس بتحققه. فانت فعلا بتحبي الخير للناس، بس نجاحهم بيفكرك بفشلك او تقصيرك او عدم حصولك على الحظ من ربنا، الحظ العظيم في الدنيا والتوفيق. فبتبقي بتبكي على نفسك، مش عايزة النعمة تروح من عندهم، وده وجع. الرزق، توزيعة الرزق دي قدر رباني. كلمة قرار ما تمشيش، ما نقدرش نقول قرار رباني، دي كلمة مش منضبطة علميا، فنسميها قدر رباني. ربنا بس اللي يقول. فانت تعملي اللي عليكي، وزي ما النبي قال لك عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس. أغنى يعني إيه؟ مستغني، ما عنديش وجع، مش حاسس بالفقد، ما عنديش الفير اوف ميسنج اوت، الفومو اللي بيقولوا ده، اللي هو حاسس كده الناس كلها عندها حاجات ومش عندي. وده يجي بكثرة ذكر لا إله إلا الله. وربنا يصلح الأحوال.